ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. حلقه النهارده حلقه مميزه جدا، هنعمل فيها تتبيلات فراخ في منتهى الجمال، كلهم احلى من بعض. هنعمل الاول تتبيله حلوه قوي للدبابيس وتنفع كمان لاجنحه الفراخ، وهميه ريحتها تحفه. كمان تتبيله لكباب الفراخ، حاجه كده في منتهى الجمال. وزي ما عودتكم كل سنه جايبه لكم السنه دي 3 تتبيلات احلى من بعض للفراخ الكامله اللي بتتشوي في الفرن. تتبيله لاتيني، تتبيله ليمون واعشاب، وتتبيلتي الخاصه. وتقدروا ترجعوا للحلقات اللي فاتت اللي عملناها في رمضانات اللي فاتت، هحط لكم في صندوق الوصف كل اللينكات بتاعه حلقات التتبيلات بتاعه رمضانات اللي فاتت. كل سنه وانتم طيبين. يلا نبتدي الحلقه. نبتدي الأول بتتبيلتي الخاصة. قبل ما اتعامل مع اي حاجه الاول لازم الفراخ بعد ما اغسلها وبفتحها من الظهر انا لازم بخرمها بالسكينه كده. التتبيله عباره عن معلقه من المستردة حسب طبعا وزن الفراخ، معلقه من العسل قدها بالظبط، لو الفرخه كبيره هتكبروا الكميه، الاتنين يبقوا مقد بعض، عسل والمستردة. وبعدين عندنا هنا اهو مع حبه صغيره من الصويا صوص، طبعا لازم يكون في ملح والفلفل، ده اساسي في اي تتبيله. هناخد بقى هنا اهو روزماري او زعتر، ممكن يبقى ناشف ممكن يبقى طازه براحتكم خالص، دي حاجه راجعه لكم. زيت زيتون. بنقلب بقى التتبيله دي كلها في بعضها. وعندي هنا حبه توم من اللي انا مفرزاهم اللي قلت لكم عليهم في الفيديو اللي فات. قلب 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 كويس جدا. وبعدين هنيجي نحط بقى الفرخه اللي مغسوله ونحطها الاول على الناحيه اللي فيها اللحم الاول، وتبلها كويس جدا جدا واقلبها من الناحيه التانية. طبعا دي فرخه صغنطوطه زي ما بقول لكم، كميه التتبيل تكتر على حسب حجم الفرخه. اعملوا لها مساج كده ودلعوها، وبعدين دخلوها في الكيس الحراري. التتبيله دي ريحتها تحفه تحفه تحفه، وطبعا زي ما انتم عارفين كل ما بنقعد الفرخه في التتبيله وقت اطول كل ما كانت اللحمه بتاعتها بقت جوسي وحلوه وشاربه من التتبيله وتدينا طعم في منتهى الجمال. ما تنسوش تفضوا الهواء كويس من الكيس وتقفلوه كويس جدا جدا. وتعالوا نعمل التانية اللي هي تتبيله الاعشاب. عندنا اول حاجه معلقه من الثوم، وعندنا ليمون، هحتاج هنا اهو ليمونتين كويس هعصرهم كويس. ليمون بتاعنا الجميل الحلو. زيت زيتون طبعا معلقه كبيره. وعندي هنا نص كوبايه من الحليب الرايب، اللبن الرايب، او لو مش موجود ممكن زبادي. عندي هنا شويه كزبره على شويه بقدونس كويس، يكونوا طازه كده حلوين، الورق بس مش العيدان. وبعدين هاجي هنا عندنا حبه من الزعتر الناشف او ممكن زعتر طازه براحتكم. دايما الزعتر بفركه كده في ايديا الاول. وعندي كمان نعناع ناشف، لو في نعناع طازه تمام، بس الناشف دايما بيسد كويس. برضو افركوه في ايديكم، قلبوا كويس جدا جدا. عايزه اقول لكم التتبيله دي رائعه الجمال رائعه الجمال، كنت عازمه واحده صاحبتي عليها عجبتها قوي. هننزل بقى الفرخه طبعا زي ما اتفقنا، مفتوحه من الظهر برضو ومتخرمه بالسكينه كده، ويعملوا لها مساج اللي انتوا عارفينه كويس ودلعوها كده. وفي الاخر برضو هنحطها في الكيس الحراري. تعالوا نعمل بقى التتبيله الثالثه اللي هي تتبيله اللاتيني. دي بقى تتبيله وهميه انصحكم بيها بشده. فلفلايه رومي حمراء وبصل اخضر كويس في الكب، وعليهم دلوقتي برضو كزبره وبقدونس، دول معلقه ومعلقه كده كبيره يعني. وعندنا توم حبه كبيره كده، معلقه كبيره كده حلوه. وعندنا حبه جنزبيل برضو حته كده صغيره ومتقشره. وعندنا برضو هنا زعتر، بصوا يعني اي حاجه مدوا ايدكم عليه وهاتوها. عندنا هنا شويه توم، شويه بصل بودره. وعندنا بهارات فراخ كويس معلقه صغيره. وعندي هنا هو شويه من الخل البلسمي او الوسترشاير صوص، ممكن ده وممكن ده. وليمون تمام، هنعصر ليمونيه كده. وطبعا زيت زيتون. مش قادره اقول لكم التتبيله دي رهيبه. الكبه بقى اضرب كله مع بعضه، وبعدين حطوا بقى الفرخه في الكيس الاول ونزلوا بقى عليها التتبيله دي رهيبه رهيبه، ريحتها في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم بقى انها طعمها وهمي، وبالذات بقى لما تقعد وتتبل الفرخه فيها وقت طويل، كل ما تقعد اكتر كل ما تديكوا احلى حاجه. خلصنا تتبيلات الفراخ، تعالوا بقى نعمل خلطه حلوه للدبابيس وتنفع كمان للاجنحه. هنحط نص كوبايه من زيت الزيتون في طاسه على النار، ومعاهم فصوص توم تكون مدقوقه تمام. وهنقلب شويه زيت الزيتون ده يسخن شويه، وعايزين كمان 1 عود روزماري كده. عايزين الريحه بس تطلع، ريحه التوم تبتدي تطلع كده، الزيت اتنكه، هصفيه واخد بس الزيت كويس. سيبوا بقى التوم ده ممكن تدخلوه في اي بقى اكله. هنحط بقى هنا بهارات الفراخ، وهنحط شويه من الكزبره، وهنحط هنا بابريكا
جميل. وعندي هنا اهو شويه من الكزبره الخضراء، وعندنا هنا ليمون، هاخد ليمونه واحده مش ليمونتين. كويس. اهم حاجه ان الزيت يكون سخن ويتشرب من ريحه الثوم. هنخرم الدبابيس زي ما انتم شايفين كده اهو، وهنحط عليها التتبيله، وبرده سيبوها بقى تتنقع في التتبيله دي حبه كتير، يعني ابتدوا اعملوها الصبح وسيبوها ودخلوها على الظهر كده، يعني ساعتين 3 4 5 6 مش هتقول لا خالص. قلبوا كده واعملوا مساج. وانا شغلتها النهارده ودخلتها الفرن عشان اوريكم شكلها لما طلعت. بصوا بقى جمالها، بصوا تجنن تجنن. انا بعد ما دخلتها الفرن وطلعتها قلت انا ليه ما حطيتش فيها مكعبات بطاطس، بجد كانت هتطلع حلوه جدا جدا. جربوها كده وقولوا لي رايكم فيها ايه. تعالوا بقى نعمل كباب الفراخ، حاجه بقى رائعه، حلو جدا جدا. هنيجي الاول في الكبه هنحط بصل، وده البصل اللي انا مفرزاه على فكره، معاه فلفلايه كبيره متقطعه اخضر متقطعه، ومعانا هنا شويه كزبره خضراء و4 فصوص ثوم. نضرب ده كله مع بعضه في الكبه، وبعدين هاجي دلوقتي اخده هصفيه بقى كويس، بحيث ان انا هنزل منه كل الميه دي كلها اللي هتنزل منه هخليها على جنب. انا عايزه بقى اللب ده هنحتاجه خلاص، اللي هي كل الفلفل والبصل ده هنحتاجه. سيبوا بس الميه هقول لكم نعمل بيها ايه. كيلو من ده صدور على وراك مخليه كويس، هنحطهم في الكبه تاني. ما تغسلوش الكبه، استعملوها زي ما هي مش مشكله. هنضرب بقى كل الكلام ده كويس قوي قوي قوي، وبعدين تعالوا بقى شيلوه وحطوه في سلطانيه كبيره. هنضيف بقى عليه خلطه البصل والفلفل اللي احنا كنا صفينا ميتها، ومعلقه من الصلصه مش كبيره، معلقه صغيره كده. وهنحط دلوقتي بهارات فراخ، وهنحط كزبره ناشفه، وهنحط بابريكا، وهنحط جنزبيل، وهنحط دلوقتي بطاطسيتين صغيرين زي ما انتم شايفين كده. على الكيلو عملت البطاطسيتين الصغنطاطين دول مسلوقين، هنبشرهم واحنا واقفين كده اهو. حلو. طيب بعد ما هبشر البطاطس فوق المجموعه دي، هنيجي بقى دلوقتي نحط طبعا الملح والفلفل، عشان احنا ما حطيناش لسه ملح وفلفل خالص. مين بيحب يستعمل الملاحات دي اللي بتجرش الفلفل؟ شويه زيت زيتون، وهنعصر هنا نص ليمونه، على فكره هتعمل فرق جميل. شويه بقسماط، معلقتين بالكتير قوي، واعجنوا بقى، اعجنوا بايديكم كويس جدا. عايزين تدخلوهم الكبه تاني وتلفوهم لفه ماشي مش مشكله، اعجن بس كويس قوي قوي قوي. الحاجه لازم تتخلط يعني بشده. جميل. عايزاكم تريحوها بقى نص ساعه بعد العجن ده، وبعد النص ساعه هنبتدي بقى نشكلها. هناخد بقى الاسياخ اللي هي بتاعه البامبو دي. ما عنديش انا سيخ من اللي هو التخان، فعشان كده جبت 4 5 6 سياخ كده جنب بعض، بس لازم تكونوا نقعينهم من الاول في شويه ميه. وبعدين هبتدي بقى بعد ما ايدي عملتها شويه بالزيت كده، هصبع الكباب على السيخ او مجموعه الاسياخ يعني كويس قوي قوي. اظبطهم كده زي ما انتم شايفين، واعمل لهم كده زي بتوع الكبابجي كده. خلصت كل الكميه واتبقى وخلصوا السياخ، عملت حبه على ايدي. الميه بقى اللي احنا كانت صفيناها بتاعه الخضره، هحط عليها نص معلقه من الصلصه. قلب 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 قلب. وليه بقى بعمل كده هقول لكم. انا دلوقتي حطيت سيخين في الفرن علشان يتشووا تمام. هاجي بقى بعد نص ساعه كده هطلعهم، هديهم بقى فرشه بهذه الخلطه اللي انا عملتها من ميه البصل والفلفل والبهارات، ورجعتها الفرن تاني 5 دقايق. وده شكلها بعد ما طلعت، مش قادره اقول لكم ريحتها في منتهى الجمال. الله، حلو قوي مع الكاتشب. الله، روعه. كباب الفراخ هيعجب العيال جدا. صينيه الدبابيس بالتتبيله دي وهم يا جماعه، لازم تجربوها. عملنا تتبيلات للفراخ الكامله، وعملنا كباب الفراخ، وعملنا كمان تتبيله حلوه للدبابيس. كل دي افكار علشان رمضان ان شاء الله. اتمنى تعجبكم وتقولوا لي رايكم فيها ايه. الحمد لله صورنا الحلقه وضمننا غدوه النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه.